معاويه بن سفيان ده هو اللي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاه سمع الله لمن حمده، فيقول معاويه ربنا ولك الحمد. لكن احنا بنقول ان ايه شهوه الحكم او الصراع في الدنيا او بتاع يدفع الانسان لفعل هذه الاشياء ولا ينقص منه من ايه؟ من الفضل. فضل في ايه؟ في الجهاد والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وفتح الاراضي والجهاد واول واحد غزا في البحر وكذا. احنا وهو عند ربه يحاسبه الله عز وجل على ما اخطا فيه او حتى تعمد الخطا، زي الصحابي اللي شرب خمره والصحابي اللي زنى والصحابي اللي وهكذا بالنظره العامه. فاحنا يجتمع في قلب الانسان المسلم السني عادي يحب علي بن ابي طالب ويحب معاويه بن ابي سفيان، وهم اقتتلوا. بل كثير من السلف لما سئلوا عن القتال فقال هم اهل الجنه التقوا فلم يفروا. وبعضهم كان يقول لما سئل عن معاويه بن ابي سفيان قالوا له عمر بن عبد العزيز احسن ولا معاويه بن ابي سفيان؟ فقال والله لو رايتم معاويه لقلتم المهدي. انت بتقارن بين واحد تابعي وواحد صحابي. قال معاويه بن ابي سفيان هو معاويه بن سفيان ده هو اللي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني يقصد سنه وسنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاه سمع الله لمن حمده، فيقول معاويه ربنا ولك الحمد، فبيقول له ده صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم. مره ثاني حد قال له معاويه احسن ولا عمر بن عبد العزيز؟ قال التراب الذي وطأه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه فدخل فيه منخار معاويه، دخل في مناخيره، يعني هو احسن من عمر. يعني انت بتقارن الصحابي راى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه بواحد تابعي مهما بلغ فضله، فهي دي الفكره. بل سيدنا خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تسبوا اصحابي ده اتقال لسيدنا خالد، اتخانق مع واحد صحابي، سيدنا خالد متاخر في الاسلام طبعا، سيدنا خالد طلع عينين المسلمين زمان واسلم وحسن الاسلام. فلما اسلم سيدنا خالد يعني ابن الوليد يعني محي الشرف والمكانه في الاسلام، زي سيدنا ابو ذر لما شتم سيدنا بلال شتمه في الاسلام، وسيدنا ابو ذر هو من هو، بس هو كانوا من غفار دول يعني كانوا ناس ناشفين قوي في الجاهليه فشتموا. فحتى النبي قال له اسببته بامه؟ قال نعم. قال انك امرؤ فيك جاهليه. في جاهليه في جاهليه، والا كل المعاصي من جاهليه، لكن ده لا ينقص من خيريه. لا ابو ذر، وابو ذر ده اللي اتقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قلت الغبراء وما ظلت الخضراء، رجل اصدق لهجه في الله عز وجل من سيدنا ابو ذر الغفاري. فده يجتمع ينفع ده الواحد ده يعمل ده ويعمل ده. سيدنا خالد بن الوليد لما سب واحد من الصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ يعني دعوا لي اصحابي، وخالد صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول لا، مش كلهم زي بعض، خالد زي بلال، بس الاثنين صحابه، والاثنين يجتمع فيهم شرف لقيا النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه وراءه وبركه الدعاء والمغفره العامه. ينفع الاثنين. ده سيف الله المسلول وده بلال بن رباح، هو من هو في الاسلام، لكن ده غير ده، ودي امور عند الله عز وجل. فقد يكون الرؤيه دي مربكه شويه. ليه؟ لان احيانا الناس بتحب التعامل الرياضي اللي هو يعني اهلاوي ولا زملكاوي لا هو لا اهلاوي ولا زملكاوي، يعني الراجل ده عمل معاصي وكان مؤمن فبنقول له عمل معاصي وكان مؤمن، يعني اللي عمله غلط غلط، ودي شهوه شهوه حكم